السلام عليكم. معانا في الحلقة دي جاكيت دوخ. عايزين نرفع الكم بتاعه، تمام، ونقصر الكم شوية بتاع حوالي 3 سنتي، وهنضيق الجناب. جاكيت الجوخ ده مبطن، يعني زي ما هاخد من الجسم هاخد من البطانة، بس البطانة بتبقى زايدة عن الجسم شوية عشان لازم يبقى فيها نسبة تريح، ما تبقاش شد على الجسم في التلبيس. خلاص. فانا لما اجي اقص ما اقصش على العلم اللي انا عامله ده، لا، ابتدي ان انا اقص كده بالشكل ده، بالشكل ده كده، بعيد عن العلم بتاعي خالص. خلاص. في كتافات كده كده، الكتافات ده احنا هنلغيها، مش عايزينها، فهتتقص معانا مش مشكلة، لان الكتافات دي مش عايزينها. دي كتافات مش محتاجينها، بناء عن طلب ايه؟ طلب صاحبة الجاكيت. هنيجي الناحية التانية نفس الطريقة برضو، روح جاي قصص كده بعيد عن العلم بتاعي خالص. واقول لكم بص بعيد عن العلم ليه دلوقتي. تمام كده. السنة ليه بعيد عن العلم بقى؟ عشان انا عايز الزيادة في البطانة، عايز زيادة في البطانة. فلما اجي اقص انا على العلم بالظبط اخلي البطانة قد الجسم، انا مش عايز كده. انا عايز البطانة من جوه لازم يبقى فيها زيادة عن ايه؟ زيادة عن الجسم. كده احنا هنا قصينا على العلم اهو، وهنا برضه هقص على العلم برضه ايه؟ نفس الطريقة. بشيل البطانة لتحت وبقص على العلم اهو. داخل برضه البطانة كده اهو بالشكل ده، وقص على العلم. ليه بقى؟ البطانة لو جت قد الجسم هتبقى شادة. خلاص كده. لو جيت بقى نفرت البطانة كده هتلاقي البطانة فيها ايه؟ فيها زيادة عن الجسم شوية. خلاص اهو بالشكل ده، عشان يبقى لازم يبقى فيه نسبة تريح. ليه؟ لو البطانة جت قد الجسم مع حركة الكم هتلاقي الجسم ده شد. تمام كده. الكم هنفكه بالطريقة دي كده. بص، الكم ده عندنا في زيادة الشوية دول، الشوية دول هما دول عاملين نسبة سقوط فين؟ في الكم. الزيادة الأكتر في الكتف. وادي الكم التاني برضو هفكه بالطريقة دي كده اهو. تمام. اللي انا بقى عايزه على القد بالظبط البطانة بتاعت ايه؟ بتاعت الكم. لان عشان ما اشوفش الزيادة ايه، ما اشوفش الزيادة في الكم وفي الكتف، لا، اللي محتاجه كله هي البطانة بتاعت ايه؟ الزيادة بتاعت الكتف. بالشكل ده كده. تمام كده. نيجي بقى هنا هنشيل
الشويه اللي في الكم، اللي هم شويه الزياده اللي في الكم دي، اللي هم ايه، 3 سنتي دول بالشكل ده كده. يعني الموضوع سهل وبسيط جدا بالشكل ده. خلاص هرجع بقى اقلب الجاكيت، عشان بعد كده كل الشغل في الجاكيت منين، من جوه. خلاص نقلب الجاكيت كده اهو. هبدأ بقى اضيق جنب بالنسبة اللي انا عايز ايه، اللي انا عايز اخدها. خلاص ما اجي اقيس انا ده كده، كم اهو اهو، ادي النسبة اللي انا عايزها في التدقيق. خلاص والجنب التاني نفس الطريقة. تمام كده. هنضيق بقى الجسم وهنضيق البطانة. لما اجي اضيق بقى انا البطانة، بخلي البطانة ايه، اوسع حاجات بسيطة عن الجسم. تمام كده. هضيق الجاكيت هنا بقى، هبدأ اضيق الجناب اهو على العلم اللي انا عامله. بصوا هنا فكينا الدلو بتاع البطانة عشان ناخد نفس ايه، نفس التدقيق. خلاص عشان الديل يجي ايه، البطانة تيجي معايا في الديل مظبوطة. كده نفس بقى اللي عملناه في الجنب ده، عملناه في الجنب ده. خلاص هفك بقى ده كده اهو، عشان ده لازم يتفتح عشان ميبقاش مكلكع. ونسيب بقى الزيادة دي جوه. ليه بقى بنسيب الزيادة جوه؟ احنا قادرين نقصها بالمقص، بس ليه احنا نسيبها جوه؟ ممكن مثلا حد بيصغر عليه حاجة، او مثلا ايه، الزبونة جسمها يتملي فعايزة توسع، فبالتالي نلاقي لها وسع، لان الوسع ده لما بيجي نفتح مكوى الوسع ده ما بيبانش اساسا من بره. تمام. فبيبقى ايه، ذاتي احتياط يعني. حبت تزود توسع شوية، تدي لحد مثلا مليانة عنها شوية، في الحالة دي تقدر توسع وتقدر ايه، تتحكم في الحاجة، ما تبقاش نهايتها. لانما انا لو قصيت يبقى نهاية الحاجة نهت على قد الجسم بالظبط. تمام كده. هاجي بقى هنا هركب الكم. خلاص طبعا هنا الكم بتاع ايه، البطانة ماسك في الكم ايه، في كم البلطو. الكم ده ماسك في ده. انا هركب ايه، ما اشغلش دماغي بالبطانة دلوقتي، اشغل دماغي ايه، بالكم بتاع الجسم.
الفورت ده بيدل ان ده ايه، ان ده الصدر في الكم وده الظهر، عشان لما اجي اركب ابدا احط ايه، احط الكشتوره على الكشتوره كده اهو، والفورت بيبقى ناحيه ايه، ناحيه الصدر. دي معلومه مهمه جدا. طالما الكم مقصوص الصدر غير الظهر. تمام. وهبدا بقى ايه، هبدا كده اركب الكم، ونسيب برضو تاني العاده ايه، البطانه نسيبها للاخر. كده احنا ركبنا الكمين بتوع ايه، بتوع الجاكيت. تمام. ركبنا الكمين، هنركب بقى دلوقتي ايه، البطانه، هنمسكها في البطانه. برضو نفس الشيء، عند الفورت كده علامه ان ده الكتف. بظبط بقى هنا الكشتوره دي على الكشتوره دي اهي. خلوا بالكم الكم ده لو ما اتظبطش ممكن يلف معاك. يلف معاك ازاي؟ هيركب في البطانه، بس انت لما تيجي تقلب الحته مش هيبقى جاي معاك مظبوط. هتيجي تدخل ايدك تلاقي ايدك مش داخله في الكم، الكم بيلف. فعشان كده بنأكد المعلومه، لازم ايه، كل كم ليه اتجاه اهو. خلاص. همسك بقى انا الجنب مع الكم كده اهو، وابدا بقى ايه، الف الكم عادي خالص. بصوا بقى احنا عملنا ايه، ركبنا الكم بتاع الجسم الاول، بعد كده عدلنا الكم، خدنا زقة الكم بتاعتنا تمام، ورحنا مركبين ايه، كم البطانة في الجنبين نفس الطريقة. خلاص. يعني ركبنا الكمين وركبنا الكمام ايه، شبكنا البطانة في بعضها. هنيجي هنا بقى للديل، مرحلة الديل دي بقى اروح جاي مفتح الديل كده اهو بالشكل ده، عشان الديل ده هيتحط له فازلين وشين عشان يمسك معانا. خلاص. اقفل بقى الديل بقى عادي خالص بالشكل ده. فين؟ في الجنبين اللي انا ايه، الحته بتاعت الجنب اللي انا فاككها. يعني الموضوع سهل وبسيط باذن ربنا، مفيش حاجه صعبه.
كده بقى احنا هنعمل ايه؟ هنقلب الجاكيت اهو على الوش بالطريقه دي كده. اهو كده خلاص اهو. الكم التاني اهو تمام كده. اهو كده يا جماعه بعد ما قلبناه اهو كده هيبقى ايه، كم اترفع وادينا الجنبين ورجع الجاكيت زي ما كان، كأن ما اتعملش فيه حاجه ولا حصل فيه حاجه. تمام كده. ادي كده ده طريقه ايه، تظبيط الجاكيت الكوخ. يا ريت لو قدرت افيدك متبخلش عليا بلايك وشير واشتراك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. مع تحيات اخوكم نبيل سامي.